النهارده هنتكلم عن مشكلة كبيرة بتواجه أغلب الناس اللي بتشتغل على داتا. طيب أنا هنا عايز أفصل الداتا أو عايز أعمل كلين للداتا بتاعتي. تعال نبص على المثال بتاعنا. أنا هنا عندي كود، الكود ده بيتكون من كذا جزء، وأنا هنا عايز أبدأ أنزل كل جزء في الخلية بتاعته أو كل جزء في العمود بتاعه. طب تعال نبص الأول على الكود بتاعنا. أنا الكود عندي بيبدأ بحرف الإي. هتلاحظ بيقول لك لو الكود بدأ بحرف الإي يبقى ده منتج مصري، ولو بدأ بحرف الإف يبقى منتج مستورد. طيب، وهتلاحظ بعد كده ان في بعد حرف الاي W2 او W1، يبقى رقم المخزن واحد او رقم المخزن اتنين، واخيرا التصنيف بتاعي او التسلسل. تعال نبدأ. اول حاجة انا عايز استخرج من الكود ده التسلسل، بمعنى عايز اسحب ال001 او هنا ال002. طيب تعال نسأل نفسنا سؤال كده، هو الحتة اللي انت عايز تستخرجها من الخلية موجودة يمين ولا شمال؟ لا، انا هنا الحتة دي موجودة يمين. طيب ايه معنى كلمة يمين بالانجليزي؟ والله معناها رايت. هتبدأ ان انت تدخل الدالة للاكسل، هتقول له equal رايت، تبدا تختار الداله بتاعتك. طيب هيسالك سؤال في الاول، هو فين التكست او الحاجه اللي عايزني ابص عليها؟ والله هختار الكود بتاعي وهدوس فاصله. هيسالك تاني سؤال، انت النمبر تشارت بتاعك ايه؟ او بمعنى اصح انت عايزني اسحب كام حرف او كام رقم او كام ديجيت من على اليمين؟ والله انا عايز اسحب 3 001، وهبدا ان انا ادوس انتر. كده الاكسل سحب لك بس جزء الموجود على اليمين في الخليه. طيب ولو شديت الداتا هتلاقيه خلص البيانات. تعالى نجرب هنا العمود التاني. تعالى نفترض ان انا عايز اسحب من هنا يا اما منتج مصري يا اما منتج مستورد. هتبص هتلاقي ان هو موجود شمال الخليه. طيب يعني ايه شمال بالانجليزي؟ يعني كلمه ليفت. هتبدا انك تكتب يساوي ليفت. طيب نفس الاختيارات بتاعة الرايت، بيقول لك فين التكست بتاعتك؟ والله هي دي التكست او كود. فاصلة. المرة دي انت عايز تسحب كام رقم من على الشمال؟ والله انا عايز يا اي يا اف، وهو اول رقم او اول ديجيت في الخلية، يبقى رقم واحد، وهبدأ ادوس انتر. هتلاحظ ان الاكسل هنا فصل لك وقال لك المنتجات المصرية عن المنتجات المستوردة. طيب تعالى لاخر حاجة. انا هنا عايز اعرف المخزن. هو المخزن هنا في الخلية يمين ولا شمال؟ لا، انا عندي هنا مشكلة ان المخزن اصلا في النص. طيب يعني ايه حاجة في النص في الاكسل؟ اختصارها ميد. طيب تعالى نجربها مع بعض كده. يساوي ميد، ودي الدالة بتاعتنا. هيبدأ يسألك فين التكست اللي احنا هنبص عليها؟ هختار برضو الكود بتاعي فاصلة. هتلاحظ هنا ان في مطلوب جديد، بيقول لك ايه الستارت نمبر بتاعك. اليمين والشمال معروفين للاكسل، طيب النص اللي انت عايزه ده الاكسل هيعرفه ازاي؟ هيبدأ يسألك انت النص بتاعك او الميد بتاعك بيبدأ من فين؟ والله انا عايز الدبليو، فالدبليو ديجيت رقم 2، الاي رقم 1، والدبليو 2، يبقى بيبدأ من 2، وادوس فاصلة. طيب هيسألك نمبر تشارت، انت عايز تسحب كام حرف او كام ديجيت؟ والله انا عايز يا دبليو 2 يا دبليو 1، هبدأ ادوس له 2. بس اخد بالك ان الاتنين دي مختلفة عن الاختيار اللي انا اخترته 2 في الاول. يبقى انا في الاول قلت له ابدأ من رقم 2، وتاني حاجة قلت له خد لي حرفين. تبدأ تدوس انتر، هتلاقي ان الاكسل خلص لك كل الداتا. طيب تعال نجرب مثال سريع عشان نثبت بيه الداتا. هنا مطلوب مني دي بطاقة دفع فيزا، ومطلوب مني ان انا اكتب اخر 4 ارقام في البطاقة. طيب اخر 4 ارقام هنا موجودين على اليمين، يبقى انا كل اللي محتاجه دالة رايت. هبدأ ان انا اختار الكود بتاعي فاصلة. والله انا عايز اخر 4 ارقام، هبدأ اكتب له 4 وادوس انتر. وكده الاكسل خلص وفصل لك الداتا بمنتهى السلاسة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة.